هنتكلم النهاردة عن القديس سيلوانوس. الراجل ده من وهو صغير راح الدير عند القديس الأنبا مكاريوس العظيم في صحراء شهيد. قصتنا النهاردة عن القديس سيلوانوس. قديسنا تعب نفسه قوي بالصوم الطويل والسهر كتير والتواضع والحب لحد ما بقى أب كبير. ساب الصحراء سنة 407 لما جم البربر مهاجمين أول مرة، وراح لسينا وبعدين رجع تاني لشهيد وكمل كفاحه وجهاده هناك، وربنا وهبه انه يشوف مناظر إلهية عظيمة. مرة وقع على وشه وفضل كده فترة طويلة قوي، ولما قام اخواته الرهبان ضغطوا عليه عشان يحكي لهم اللي شافه، فراح قال لهم ان شاف بعينه الفردوس وشاف كتير من الناس العادية هناك، وبعدين شاف أماكن تانية مليانة عذاب، وشاف كتير جدا من الرهبان رايحين هناك، وقعد يبكي بمرارة. فجاله ملاك نوراني وقال له اسمع مني، الرهبان اللي بيروحوا للجحيم دول اللي اهتموا بحب الدنيا ومشوا ورا رأيهم هما وبس، وسابوا التسبيح وقراية الكتاب المقدس. أما الناس العاديين اللي شفتهم في الفردوس دول اللي صبروا وشكروا ربنا على كل حاجة بتحصل لهم. فكان قديسنا سيلوانوس بينصح تلاميذه دايما إن هما يشتغلوا بإيديهم ويتصدقوا بالزيادة ويحافظوا على الصلاة. وفي يوم من الأيام جه للدير راهب كسلان لقى الرهبان بيشتغلوا، قال لهم ما تشتغلوش وتتعبوا نفسكم على الخبز اللي بيفنى. مريم اختارت النصيب الصالح. بس القديس سيلوانوس راح بعت للأخ ده كتاب وخلاه يدخل قلايته، ولما جه وقت الأكل أكل الرهبان من غير ما يعزموا الضيف اللي هو الراهب ده. فالراهب الضيف خرج وسأل القديس هو انتوا ليه ما ندهتوليش ساعة الأكل مع أخواتي؟ فالقديس رد عليه وقال له انت راهب روحاني مش ناقصك خبز، احنا بنشتغل عشان ناكل. فالراهب فهم غلطته وراح قدم له مطانية وطلب منه ان هو يسامحه في الحال. فالقديس قال له يا ابني مريم محتاجة المرسى، لان مريم اتمدحت بسبب مرسى والراهب الكسلان استفاد. وكمل القديس سيلوانوس جهاده وربنا عرفه وقت نياحته، فراح جمع الرهبان وطلب صلاتهم وتنيح في سلام في أول يوم في برمودا، والكنيسة بتحتفل بذكراه يوم 1 برمودا. بركة صلواته تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس سيلوانوس ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.